حكمة العمر. يقول أحد الحكماء: ما غلبتني إلا امرأة كانت تحمل طبقا مغطى، فسألتها: ماذا يوجد في الطبق؟ فقالت: ولما غطيناه إذن؟ فأحرجتني. لا أقول حكمة اليوم، بل حكمة العمر. أي شيء مستور لا تحاول أن تكشفه، لا تحاول أن تبحث عن الوجه الآخر لأي شخص، حتى لو كنت متأكد بأنه سيء. يكفي أنه احترمك وأظهر لك الجانب الأفضل منه، واجعل من اكتفائك قناعة، فلكل منا جانب سيء يتحاشاه حتى مع نفسه. الانشغال بسرائر الناس يفتح باب سوء الظن وظلم الآخرين. لذلك أي شيء مستور لا تحاول أن تكشفه. حكمة صائبة تدعو إلى احترام خصوصية الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم. وباختصار، لنشتغل بعيوبنا ونترك عيوب الناس جانبا. عزة النفس ليست لسانا ساخرا ولا طبعا متكبرا. عزة النفس أن تبتعد عن من لا يقدرك ويقلل من شأنك ولا يعرف قيمتك. ابق وحيدا إن لزم الأمر، لا أحد يستحق إرهاق نفسك من أجله.